الماضية في الهجمة الماضية سنتابع الإعادة. أحلى كرة مقدمة من الجهة اليسرى، يا عيني على اللمسة. شوف العمري انطلق بين عمري والمليوي في المتابعة، يا سلام. هنا في الشباك 1-0. أحلى بداية للنخبة المغربية. الباس رائعة واللمس على القائمة الأولية والسامر المليوي. هذه الإعادة مرة أخرى والسامر المليوي. التمركز كان مثالي والكرة في الشباك الكونغولية. إذا النتيجة تتغير مشاهدينا الكرام. 1-0. البدايات كانت من صابر على مستوى وسط الميدان الماضية، وما لم يتابعه في اللقطة الماضية هذه فيها ضربة جزاء. عينك على رجل الكونغولي واتجاه المدافع الكونغولي. هنا في نية العرقلة ونية الإيقاف اللاعب بابا. لم يذهب للكرة بل ذهب لبابا. أعاق بابا. لاحظ بأن الكونغولي لم يلمس الكرة بل اتجه للتدخل أمام بابا. هذه ما فيهاش نقاش، هذه ضربة جزاء واضحة، هذه لا تحتاج إلى نقاش، هذه ما فيهاش نقاش. ركلة جزاء صحيحة للمنتخب المغربي. إذا هو قرار المالي عثمان دياكيتي. هل يتجه لنقطة الجزاء؟ إذا ما هو القرار؟ ركلة جزاء. هذا هو القرار الصحيح والسليم. جابها بابا، فمن سيترجمها؟ هذه كرة البديل. أفضل ما فعلته يا طارق أدخلت بابا. هذه البطولة طبعا لا تنسى يا ربيع بأن هذه الركلة جاءت في توقيت ممتاز للغاية. تبقت 20 دقيقة على نهاية المباراة. لازم نستغل هذه الفرصة يا ربيع يا حريمات. إذا حريمات سيواجه وسيتحدى برودال. لمن ستكون الأفضلية؟ ربيع عن برودال. يلا يا ربيع. طريقك ربيع يا حريمات، يا ربيع. الثاني للمنتخب المغربي. نقترب أكثر من التعاون يا سكيتيوي من ركلة جزاء. وبعد معاناة وبعد الصبر وبعد انتظار وترقب جاءت ركلة الجزاء لتأتي الفرحة بالهدف الثاني، ولكن لا شيء حسم. هذه كرة ربيع حطها في الزاوية البعيدة، حطها في المكان المستحيل، حطها في المكان الصعب على برودال، وجيبها من الشباك يا برودال. 2-1. جيبها من الشباك. 2-1 للمغرب. هنا بعد معاناة هذه البطولة طبعا لا تنسى يا ربيع بأن هذه الركلة جاءت في توقيت ممتاز للغاية. تبقت 20 دقيقة على نهاية المباراة. لازم نستغل هذه الفرصة يا ربيع يا حريمات. إذا حريمات سيواجه وسيتحدى برودال. لمن ستكون الأفضلية؟ ربيع عن برودال. يلا يا ربيع. طريقك ربيع يا حريمات، يا ربيع. الثاني للمنتخب المغربي. نقترب أكثر من التعاون يا سكيتيوي من ركلة جزاء. وبعد معاناة وبعد الصبر وبعد انتظار وترقب جاءت ركلة الجزاء لتأتي الفرحة بالهدف الثاني، ولكن لا شيء حسم. هذه كرة ربيع حطها في الزاوية البعيدة، حطها في المكان المستحيل، حطها في المكان الصعب على برودال، وجيبها من الشباك يا برودال. 2-1. جيبها من الشباك. 2-1 للمغرب. هنا بعد معاناة الماضية، وما لم يتابعه في اللقطة الماضية هذه فيها ضربة جزاء. عينك على رجل الكونغولي واتجاه المدافع الكونغولي. هنا في نية العرقلة ونية الإيقاف اللاعب بابا. لم يذهب للكرة بل ذهب لبابا. أعاق بابا. لاحظ بأن الكونغولي لم يلمس الكرة بل اتجه للتدخل أمام بابا. هذه ما فيهاش نقاش، هذه ضربة جزاء واضحة، هذه لا تحتاج إلى نقاش، هذه ما فيهاش نقاش. ركلة جزاء صحيحة للمنتخب المغربي. إذا هو قرار المالي عثمان دياكيتي. هل يتجه لنقطة الجزاء؟ إذا ما هو القرار؟ ركلة جزاء. هذا هو القرار الصحيح والسليم. جابها بابا، فمن سيترجمها؟ هذه كرة البديل.
أفضل ما فعلته يا طارق، أدخلت بابا. هذه البطولة طبعا لا تنسى يا ربيع بأن هذه الركلة جاءت في توقيت ممتاز للغاية. تبقت 20 دقيقة على نهاية المباراة، لازم نستغل هذه الفرصة يا ربيع يا حريمات. إذا حريمات سيواجه وسيتحدى برودال. لمن ستكون الأفضلية؟ ربيع عن برودال. يلا يا ربيع، يلا يا ربيع، يلا يا ربيع، طريقك ربيع يا حريمات، طريقك ربيع يا ربيع. الثاني للمنتخب المغربي. نقترب أكثر من التعاون يا سكيتيوي من ركلة جزاء، وبعد معاناة وبعد الصبر وبعد انتظار وترقب جاءت ركلة الجزاء لتأتي الفرحة بالهدف الثاني، ولكن لا شيء حسم. هذه كرة ربيع حطها في الزاوية البعيدة، حطها في المكان المستحيل، حطها في المكان الصعب على برودال، وجيبها من الشباك يا برودال. 2-1، جيبها من الشباك. 2-1 للمغرب. هنا بعد معاناة النهاية سعيدة. هكذا الخاتمة ببصمة مغربية، هكذا لمسة الإبداع يا أسامة يا المليوي. 3-1. نعم، السماء تمطر فرحا في فوز المغرب، وكأن السماء تمطر في هذه اللحظات فرحا في فوز المغرب، وفرحا بإبداعات المغرب وأهداف المغرب. هذه الكرة يا بولكسوت، الله يا بولكسوت، يا عيني عليك يا بولكسوت. أنت الفنان وأنت المبدع وأنت المايسترو وأنت مهندس العملية والهجمة الماضية. هنا اللمسة من مهري والخاتمة سعيدة من أسامة المليوي. عينك على بولكسوت، عينك على باس بولكسوت، عينك على ذكاء بولكسوت ولمسة بولكسوت وعرضية ماري. ثالث أسيست لماري في هذه البطولة، والهداف القادم خليفة الكعبي على مستوى هدافي الشان يوسف. النهاية سعيدة. هكذا الخاتمة ببصمة مغربية، هكذا لمسة الإبداع يا أسامة يا المليوي. 3-1. نعم، السماء تمطر فرحا في فوز المغرب، وكأن السماء تمطر في هذه اللحظات فرحا في فوز المغرب وفرحا بإبداعات المغرب وأهداف المغرب. هذه الكرة يا بولكسوت، الله يا بولكسوت، يا عيني عليك يا بولكسوت. أنت الفنان وأنت المبدع وأنت المايسترو وأنت مهندس العملية والهجمة الماضية. هنا اللمسة من مهري والخاتمة سعيدة من أسامة المليوي. عينك على بولكسوت، عينك على باس بولكسوت، عينك على ذكاء بولكسوت ولمسة بولكسوت وعرضية ماري. ثالث أسيست لماري في هذه البطولة، والهداف القادم خليفة الكعبي على مستوى هدافي الشان يوسف.